السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه، كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نصاوبوا سلو كما كتشوفوا، سلو على الطريقه الاصليه. اول حاجه بغيت نشارك معكم هاد الماكينه الطحانه اللي كطحن مزيان مزيان، كطحن كلشي، العطريه، القوام ديال السلو، اي حاجه بغيتي كطحنيها عند العطار غادي تطحنها لك، كطحن مزيان مزيان. كاينين بزاف ديال الاحجام، كاين ديال 150 غرام، ديال الرابعه، ديال نص كيلو، ديال كيلو. كل وحده وشحال كتهز، وكل وحده وحسب الثمن ديالها. انا دابا هذه اللي عندي كتهز نص كيلو، زوينه زوينه بزاف. ما كتشوفوا كتحرك بحال هكا. الا غادي تخوي منها شفتوها كيفاش دايره من الداخل. انا هذه راه ديجا طحنت فيها، جربتها، داكشي باش كتشوفوا هذاك البقايا فيها. قلت نجربها معاكم باش حتى اللي بغاها يشريها، راه زوينه زوينه بزاف وكطحن مزيان مزيان. انا غادي نجربها معاكم دابا باش تشوفوا كيفاش كطحن. نصورها لكم من تحت كيفاش دايره كما كتشوفوها نتوما. شفتوها؟ دابا غادي ندير فيها الزنجلان، غادي نطحنو كما قلت لكم. هذه راه كتهز نص كيلو. دابا غادي نسدها بهاد الطريقه، نديروها بحال هكا وتزيروا ليها هادو بحال هكا صافي، تخدموها من هنايا. انتم دابا كيفاش كتشوفوا هو طحنت ليه جلجلان، ولكن انا دابا مازال غادي نطحنو مزيان مزيان حتى كيطلق هذاك الزيت ديالو، لان بغيت نديرو في سلو. الا بغيتو تخليوه بحال هكا يمكن لكم تخليوه بحال هكا. انا غادي نسد عليها مره اخرى حتى كيطحن ليا الزنجلان مزيان مزيان. دابا غادي نحلها، هي كما كتشوفوا. شفتوا؟ اذا مازال بغيتو تطحنوا اكثر من هكا باش يولي سائل يمكن لكم، انا غنخليه صافي غير بحال هكا كما كتشوفوا. ها هو ولا عجينه كما كتشوفوا. صافي انا دابا غير بغيت نشارك معكم هذه الماكينه. انا غادي نكمل الطحين ديال السلو ديالي ودابا نبداو على بركه الله. المكونات ديال سليلو او سلو. اول حاجه غادي نقول لكم ان هذه الكميه راه درت انا كميه كثيره، يمكن لكم تقسموها على 3، راه غتعطيكم كميه معقوله. اذا هنا المقادير كنحتاجو هنايا هذا دقيق محمر كما كتشوفوا، راه ما كيبان لكمش مزيان في الصوره. محمر مزيان، حمرته في الكوكوط وغربلته. عندي هنايا 4 كيلو ديال الدقيق محمر. وهنايا هذا زنجلان كما كتشوفوا، راه طحنته مزيان مزيان في هذيك الماكينه اللي او الطحانه اللي وريتكم. عندي هنايا 3 كيلو، وعندي هنا 3 كيلو ديال اللوز حتى هو حمرته بالقشور ديالو وطحنته في هذيك الطحانه. كيجي بحال هكا حتى هو كيجي مطحون مزيان مزيان. عندي هنايا الزبده، هذه عندي هنايا كيلو ونص ديال الزبده. وهذا سكر كلاصي، عندي كيلو الا ربع ديال السكر كلاصي. وبالنسبه لهادو عندي هنايا القرفه، عندي هنايا 125 غرام ديال القرفه، وعندي 125 غرام ديال النافع، و125 غرام ديال حبه حلاوه. ودايره معاهم طحنا معاهم 3 ديال الكوزات وشويه ديال المسكه الحره، طحنتهم معاهم مزيان مزيان باش يطحنوا. وعندي هنايا كذلك 1 كيلو ديال الطحين
كما كتشوفوا حمرته في الزيت باش كنديروا التعليكه ديال السلو. كما كتشوفوا ها هو كيفاش كيجي، كنحمروا حتى هو في الزيت، كنبقاو نقلبوا فيه حتى كيتحمر بحال هذا الشكل. وعندي هنايا سميتو، عندي هنا العسل، عندي هنا العسل الحر اللي كندير انا في سليلو ديالي. عندي غادي نستعمل، ما غاديش نستعملها 2 كيلو كلشي، غنستعمل غير كيلو ونص. والحلاوه على حسب الذوق ديال اي واحد فيكم، يمكن تنقصوا يمكن تزيدوا. دابا غادي نجمعوا هاد المكونات كاملين وتبعوا معايا الفيديو الى الاخر. كنجيبوا هاد الدقيق اللي عندنا، غادي نخلطوا مع هاد النواشف، نخلطوا معاه سكر كلاصي غربلته حتى هو باش ما يبقاوش فيه هذوك الحبيبات. المجموع ديال الدقيق اللي درت هنايا مع هذاك اللي معلق 5 كيلو ديال الدقيق. غادي نديروا القرفه والنافع وحبه حلاوه مع الكوزه ومسكه حره. صافي كنخلط هادشي مزيان مزيان بالطريقه. صافي حتى كيتخلط مزيان مزيان. وغادي نجيب واحد البانيو كبير باش يكفي ليا هاد الكميه كامله. وهو فاش غادي نخلط صافي. عندنا هنايا اللوز غنديروه في هاد البانيو. البانيو راه نقي، دايره خصيصا غير بحال هاد الشيء، غير على حسب الطياب، ما كنصبن فيه ما والو. كيتزلق. دابا غادي نضيفو زنجلان. كتشوفوا دابا راه زدت زنجلان. دابا غادي نضيف هاد الدقيق اللي حمرته في الزيت. هذا كنديرو هكا باش كيعطينا هذيك التعليكه. كنخلطو هكا مزيان مزيان حيت كينزل الدقيق لتحت. صافي كنضيفو لهاد الزنجلان مع اللوز. دابا كنضيف الزبده نوازيت كما كتشوفوا. وفي نفس الوقت كنزيد العسل كما قلت لكم، العسل والسكر على حسب الذوق ديالكم. ننزلوا هاد العسل كامل، كتعرفوا لا العسل كيلصق. وغادي نضيف نص ديال هاد القرعه اخرى. صافي. ودابا غادي نخلط هاد الشيء مزيان مزيان. غادي نخلط غير بيديا باش يتخلط مزيان هكا. بسم الله. علاش كنديروا هاد السوائل بوحدهم مع الزنجلان واللوز؟ باش حيت الا خلطناهم مع الدقيق من الخطره الاولى غادي يبقى لينا التكركيبات ديال هاد الشيء، كيبقى مكركب ما كيتخلطش مزيان.
كنديرو هكا باش كيتخلط مع هاد السوائل مزيان مزيان. عاد باش كنضيفو النواشف. صافي غادي نستمر هكا حتى كيتخلط ليا مزيان. نضيفو هذا النواشف. كاين هنا الدقيق كما شفتوا محمر ومغربل، وسكر كلاصي حتى هو مغربل، والقرفه النافع، حبه حلاوه، والكوزه ومسكه الحره. صافي راه غادي نكتب لكم المكونات صندوق الوصف. صافي وكنخلط كلشي مزيان مزيان على هذا الشكل. صافي سلينو ديالنا هو كما كتشوفوا، هو جا معلق كما كتشوفوا. بغيتوه يكون ناشف كتنقصوا الزبده والزيت، نقصوا منهم. بغيتوه يجي معلق بحال هكا كتخليوه بحال هكا. الا بغيتو تعاودوه في العجان يمكن لكم، ولكن انا كنظن هذا صافي راه مخلط مزيان. الطريقه اللي درت ليه ما بقاش فيه هذاك التكركيب اللي تيكون ديال الزنجلان واللوز، وجا مخلط مزيان مزيان. السليلو ديالنا دابا ها هو واجد. قدمته على هذا الشكل، نتوما يمكن لكم تقدموه على الشكل اللي بغيتو. تيجي معلق وبنين، كيجي سليلو رائع جدا بلا هذيك كثرة الاضافات. سلو على حقو طريقو على الطريقه الاصليه، كيجي بنين بنين بزاف ومعلق. اذا جربتوه ردوا عليا الخبر. صافي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. وما تنساوش ديروا لايك، بارطاجيو مع الحباب والصحاب، ونتمنى كذلك تفرجوا في الفيديو من الاول الى الاخر. وبسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.